بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم باشمهندس احمد هاني. ان شاء الله النهارده هنتكلم في المحاضره الرقم 3 لينا في كورس الكلاسيك كنترول. احنا كنا يا باشمهندسين على مدار المحاضرتين اللي فاتوا كنا بدأنا نتكلم في اول محاضره عن الكونتنت بتاع الكورس بتاعنا، وبدأنا ان احنا في اول محاضره اتكلمنا عن اول توبيك عندنا في الكورس وهي البيزك اوف الكتريسيتي. وبعد كده المحاضرة التانية كانت عن السيركت بريكرز وأنواع السيركت بريكرز وإزاي أعمل سيلكشن للقواطع الكهربية، وعرفنا إيه هي القواطع الكهربية اللي بتستخدم في اللو فولتج، وعرفنا الفرق ما بينهم، وعرفنا كمان إزاي ممكن أعمل تحديد للسيركت بريكر اللي أنا عايزه عشان خاطر يحميلي الدايرة بتاعتي. ان شاء الله النهارده هنكمل كلامنا في الموضوع الثالث عندنا في الكورس وهو الاوفرلود، وبعد كده هنتكلم عن الكيبل سيلكشن وازاي احدد الكابل اللي انا هختاره علشان خاطر ابدا ان انا اوصل في الدايره بتاعتي، وازاي برضو ان انا او امتى اصلا اقول كابل وامتى اقول واير. ده اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنتكلم عنه في المحاضره بتاعه النهارده. في البداية بس حابب أفكركم باللي احنا اتكلمنا عنه على مدار المحاضرتين اللي فاتوا كده سريعا. طبعا ده الكونتنت اوف الكورس. اول حاجه اتكلمنا عنها هي البيزك اوف الكتريسيتي، وبعد كده اتكلمنا عن السيركت بريكرز ودي كانت في المحاضره الثانيه. وطبعا النهارده ان شاء الله هنتكلم بقى عن الاوفرلود والكيبل سيلكشن. بعد كده المحاضره الجايه ان شاء الله اللي هي المحاضره رقم 4 هنتكلم فيها عن الكونتاكتور. خلينا بس الاول كده نفكر نفسنا سريعا بالكلام اللي احنا اخدناه في اول محاضره اللي هي البيزك اوف الكتريسيتي او الاساسيات في الكهرباء. اول حاجه اتكلمنا عنها وعرفنا هي الفرق ما بين التيار الاي سي والتيار الدي سي، وكل اللي انا كنت عايزك تبقى عارفه في النقطه دي هو ان التيار الاي سي هو بيكون تيار مالتي دايركشن، يعني تيار بيكون في اتجاهات مختلفه، انما التيار الدي سي هو بيكون سنجل دايركشن، يعني تيار في اتجاه واحد فقط. وعرفنا الفرق ما بين الشكلين المرسومين، يعني الشكل اللي فوق موجود ده هو ده شكل الويفا بتاعه التيار الاي سي، انما الشكل اللي تحت هو شكل الويفا بتاعه التيار الدي سي. وكنت اتكلمت قبل كده عن ان زمان كنا بناخد ان التيار الدي سي هو تيار ثابت الشده وثابت الاتجاه، وقلت ان المعلومه دي مغلوطه لان التيار الدي سي ممكن يكون متغير الشده عادي جدا، ولكن الفكره كلها ان هو تيار ثابت الاتجاه، فعشان كده بنسميه تيار سنجل دايركشن. بعد كده طبعا اتكلمنا عن المصادر بتاعه التيار الاي سي، واتكلمنا عن المصادر بتاعه التيار الدي سي، وعرفنا ازاي ممكن احول من اي سي لدي سي، وازاي احول من دي سي لاي سي، وقلنا ساعتها بنحتاجها في الانفرتر، بنحتاج انفرتر وده اللي احنا بنستخدمه في مثلا الطاقه الشمسيه السولار سيل او اليو بي اس وغيرها. وبعد كده اتكلمنا عن التحويل من التيار الاي سي لاي سي، وقلنا ان اشهر جهاز هنا بيحول لي من تيار اي سي لاي سي هو الترانسفورمر اللي هو المحول. وقلنا برضو ان احنا ممكن نستخدم حاجه اسمها السايكلو كونفرتر، ده جهاز بيتحكم في قيمه الفريكوانسي وفي قيمه الجهد، فتقدر تغير من اي سي لاي سي برضو. وقلنا برضو لو احنا عايزين نحول من دي سي لدي سي بنستخدم ساعتها حاجه اسمها الدي سي تشوبر، وعرفنا ان احنا عندنا حاجه اسمها الباكت تشوبر والبوست تشوبر، واحده فيهم بتبقى خافضه للجهد وواحده رافعه للجهد زي ما قلناها، يعني اللي هو زي ما في انواع في الترانسفورمر، في اللي هو الستيب اب اللي هو رافع للجهد، والستيب داون اللي هو خافض للجهد. بعد كده عرفنا الفرق ما بين السنجل فيز والثري فيز، وقلت لك ان دي من الاساسيات اللي لازم تبقى موجوده عندك كمهندس كهرباء باور عشان خاطر يعني تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. بعد كده اتكلمنا بقى في المحاضره رقم 2 اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي السيركت بريكرز. اتكلمنا عن انواع السيركت بريكرز، وقلت لك ان انا عندي 6 انواع من السيركت بريكرز اللي هم الام سي بي، الام سي سي بي، الاي سي بي، الاي ال سي بي، الار سي بي او، الام تي سي بي. وعرفنا ان مثلا ايه هو الفرق الاول ما بين الشورت سيركت والاوفرلود، ودي انا عايزك تبقى عارفها كويس النهارده عشان خاطر برضو هنتكلم عنها في حته الاوفرلود. ان انا عندي الشورت سيركت هو عباره عن زياده في قيمه التيار بتحصل بشكل كبير وبشكل مفاجئ، فساعتها السيركت بريكر عندي بيبدا يعمل حاجه اسمها الماجنتيك بروتكشن او الماجنتيك تريب. انما الاوفرلود هو عباره عن زياده بتحصل في قيمه التيار بشكل تدريجي، فساعتها السيركت بريكر بيبدا يفصل عندي بحاجه اسمها الثيرمال بروتكشن. وعرفتك الفرق ما بين الاوفرلود والشورت سيركت المره اللي فاتت بالتفصيل، وعرفتك الفرق ما بين الثيرمال بروتكشن والماجنتيك بروتكشن المره اللي فاتت بالتفصيل، فلو انت مش عارفها ارجع للمحاضره اللي فاتت.
بعد كده اتكلمنا عن السيركت بريكرز وقلنا ان الوظيفه او الاوبجيكتيف بتاعه السيركت بريكرز هي ان هي بتحمي المواتير بتاعتي او الحمل بتاعي اجنست مشكله الاوفرلود والشورت سيركت. واتكلمنا عن الام سي بي اللي هو المينيتشر سيركت بريكر اللي هي القواطع المنمنمه، وعرفنا الريتنج بتاعها بيكون من نص امبير لحد 125 امبير. واتكلمنا عن الام سي سي بي اللي هو المولدد كيس سيركت بريكر اللي هي القواطع المقولبه، ان الريتنج بتاعها بيكون من 16 لحد 1600 امبير. وعرفنا برضو الاي سي بي اللي هو الاير سيركت بريكر اللي هي القواطع الهوائيه، ان الريتنج بتاعها بيكون من 630 امبير لحد 6300 امبير. وبعد كده اتكلمنا عن الاي ال سي بي اللي هو الايرث ليكج سيركت بريكر اللي هي القواطع الكهربائيه اللي بتحمي ضد تيار التسريب. وعرفنا ساعتها ايه هو تيار التسريب، ان مثلا لو حصل عندك تسريب في المكنه فالعامل اللي شغال على المكنه ما يتكهربش، فالسيركت بريكر ده ساعتها لما بيحصل التسريب ده بيبدا ان هو يعمل تريب ويفصل. بعد كده اتكلمنا عن الار سي بي او اللي هو ريزيدنشال كارنت سيركت بريكر ويز اوفرلود، وعرفنا ان هو غالي عن الاي ال سي بي ده عشان هو بيحمي ضد تيار التسريب والاوفرلود وكمان الشورت سيركت. واخر حاجه اللي هو الام تي سي بي اللي هو الموتور تيب سيركت بريكر اللي هي القواطع الخاصه للتعامل مع المواتير او لحمايه المواتير. بعد كده في المحاضره رقم 2 كملنا الكلام واتكلمنا عن السلكشن بتاعت السيركت بريكر. قلت ان انا عندي 5 خطوات اساسيين علشان اعمل سلكشن للسيركت بريكر. اول حاجه ان هي انا بروح احسب تيار الحمل، ودي انا عايزك تبقى عارف ازاي بنحسب تيار الحمل عشان برضه هنتكلم عنها النهارده. ان انا عشان احسب تيار الحمل بتاعي يا اما ببقى عارف قيمه تيار الحمل من النيم بليت بتاع الموتور او من الكتالوج بتاع المكنه اللي موجوده عندي، او ان انا بروح احسبها بحسبه ازاي؟ ان انا عندي ان تيار الموتور بيساوي مثلا قيمه الباور على جذر 3 في 380 بضربها في الباور فاكتور، او ان انا باخد قيمه الاس اللي هي الابيرنت باور بقسمها على جذر 3 في 380 فولت، وساعتها مش بضرب في الباور فاكتور لان انا واخد قيمه الاس. فدي كانت الطرق بتاعت حساب قيمه تيار الحمل. تاني حاجه عندنا وهي ان انا اروح احسب بقى الريتد كارنت بتاعت السيركت بريكر، ودي عرفنا ان احنا بنحسبها ازاي. ان انا بعد ما جبت تيار الحمل ببدا ان انا اروح اضرب في 1 وربع. بعد كده الشورت سيركت كاباسيتي، وقلت ان كل نوع من انواع السيركت بريكرز السته اللي مستخدمين في اللو فولتج بيكون ليهم ريتنج للشورت سيركت كاباسيتي. ان مثلا هتلاقي ان الام سي بي بياخد ريتنج من لحد 25 كيلو امبير مثلا وهكذا. وبرده اتكلمنا عن النمبر اوف بولز بتاعت السيركت بريكر، وقلت ان انا بحدد النمبر اوف بولز ازاي يا باشمهندس، من خلال هل انا عايز السيركت بريكر بتاعي سنجل فيز ولا دبل، ولا يعني دبل بول، ولا 3 بول اللي هو 3 فيز، ولا 4 بول مثلا اللي هم 3 فيز ونيوترال، ولا انا عايزه 5 بولز اللي هم 3 فيز ونيوترال وارث، على حسب ما انا ببقى محتاج في الابلكيشن بتاعي. واخر حاجه اتكلمنا عنها وهي التايم كيرف، وان التايم كيرف ده عرفنا ان هو كيرف كده بيوضح لك امتى السيركت بريكر بتاعك بيفصل لو حصل عندك قيمه تيار قد ايه، او لو حصل عندك مشكله في الحمل فالسيركت بريكر بتاعك ياخد وقت قد ايه علشان خاطر يفصل. اتكلمنا برضو المره اللي فاتت في حته التايم كيرف، وقلت لك ان التايم كيرف او الحته دي بيبقى انا عندي 3 انواع من الكيرفات اللي موجودين في السوق. في مصر مش موجود غير نوع واحد بس اللي هو الكيرف سي. هتلاقي كل السيركت بريكرز اللي موجوده في السوق المصري من النوع اللي هو الكيرف سي. قلت لك ان البي اسرع، بعد كده بيجي بعديه السي، بعد كده بيجي بعديه الدي. ليه؟ لان البي بياخد وقت من 3 ل 5 ضعف تيار الايريتد، انما السي بياخد من 5 ل 10 ضعف تيار الايريتد، انما الدي بياخد من 10 ل 20 ضعف تيار الايريتد. فبالتالي الاسرع واحد فيهم هم البي. فهتقول لي لو انا هروح اشتري واحد هروح اشتري البي اللي هو الكيرف بي، ولكن المتاح في السوق المصري هو الكيرف سي فقط، فده اللي احنا بنستخدمه حاليا في الشغل. بعد كده النهارده بقى بدايه محاضرتنا، محاضرة رقم 3 في كورس الكلاسيك كنترول، واللي هنتكلم فيها عن الاوفرلود وهنتكلم فيها عن الكيبل سيلكشن. اول حاجة هنتكلم عنها هي الاوفرلود. تعالى بقى مع بعض كده يعني نوضح الموضوع بشكل بسيط. اول حاجة اللي انا عايزك تطلع بيها من الجزئية بتاعت الاوفرلود، اول حاجة لازم تطلع بيها هي ايه هي وظيفة الاوفرلود. ده رقم 1. رقم 2، انا عايز ابقى عارف الاوفرلود ده ازاي اعمل له سيلكشن. ازاي يعني انا مثلا دلوقتي عرفت ان في جهاز اسمه الاوفرلود، فلو انا عندي حمل وعايز استخدم الاوفرلود ده بقى مع الحمل ده، ازاي بقى اعمل له سيلكشن؟ ازاي احدده؟ يعني ازاي اجيب الاوفرلود المناسب للحمل بتاعي؟ دي الفكره، هي ان انا احدد ازاي اعمل سيلكشن للاوفرلود المناسب للحمل بتاعي.
وبرده نفس الكلام مع الكيبل سيلكشن او مع الكيبلز عموما اللي احنا هنبدا نتكلم عنها في المحاضره رقم 3 لينا في كورس الكلاسيك كنترول. تعالى بقى كده نبدا نتكلم عن الاوفرلود بشكل مبسط. انا عندي الاوفرلود الاوبجيكتيف بتاعته او الوظيفه بتاعته ان هو عباره عن جهاز بروتكشن اجنست اوفرلود بروبلم، ان هو جهاز بيحمي لي الحمل بتاعي ضد مشكله الاوفرلود. ايه هي مشكله الاوفرلود اللي انا قلت لك عليها واحنا بنتكلم في السيركت بريكر، وقلت لك ان احنا هنحتاجها في الاوفرلود في الجهاز بتاع الاوفرلود. الاوفرلود، مشكله الاوفرلود او الاوفرلود بروبلم هي عباره عن زياده بتحصل في قيمه التيار بشكل تدريجي، فبتسبب عندي مشكله في الحمل. فساعتها الجهاز بتاع الاوفرلود ده لما بيبدا يحس بالمشكله دي بيبدا ان هو يفصل. طب انت هتقول لي دلوقتي يا باشمهندس، هو مش احنا رحنا جبنا سيركت بريكر علشان يحمي لي الحمل بتاعي من مشكله الاوفرلود والشورت سيركت؟ ليه بروح اجيب جهاز اوفرلود كمان واحطه في الدايره بتاعتي علشان خاطر يحمي لي برده من المشكله دي؟ هقول لك والله يا باشمهندس، انت لما بتبقى بتتعامل مع المواتير فالمواتير ليها تعامل خاص غير الاحمال العاديه. يعني مثلا غير دايره الاناره، غير دايره السوكت. لو انت مثلا عندك فيشه في البيت فهتلاقي ان الفيش دي كلها والاناره او اللي هي الكشافات يعني اللي موجوده عندك في البيت، دول كلهم الحمايه بتاعتهم سيركت بريكر بس. لو انت رحت شفت اللوحه بتاعت البيت هتفتحها كده هتلاقيها كلها عباره عن قواطع كهربيه بس، لا هتلاقي فيها اوفرلود ولا هتلاقي فيها كونتاكتور ولا هتلاقي فيها القصه اللي انا بكلمك فيها دي. ولكن انا بتكلم معاك في كومبوننت، الكومبوننت دي احنا بنستخدمها مع المواتير علشان خاطر المواتير بيبقى ليها تعامل خاص، ومع الوقت لما هنبدا نخش شويه في الكورس بشكل اعمق هتبدا تفهم ان انا بيبقى عندي مشكله اسمها الستارتنج كارنت. فازاي ببدا ان انا اتغلب على الستارتنج كارنت، وايه هي الطرق دي، وايه الفرق ما بين الطريقه دي والطريقه دي، وايه هي الطريقه اللي انا ببدا بستخدمها بشكل كبير. كل الكلام ده هيبان معاك في الكورس واحده واحده. ولكن اللي انا عايزك تفهمه دلوقتي ان الاوفرلود ده هو عباره عن جهاز بيحمي لي الحمل بتاعي اللي هو الموتور بتاعي من مشكله الاوفرلود. يبقى انا كده عندي في الدايره بتاعتي عشان احمي الموتور جايب جهازين بيحمي لي من مشكله الاوفرلود. الجهاز الاولاني اللي هو السيركت بريكر اللي هو القاطع الكهربي، والجهاز الثاني اللي هو الاوفرلود ذات نفسه اللي هو بيحمي لي من مشكله الاوفرلود من اسمه كده. طيب انا عندي بقى حاجتين مهمين لازم تبقى واخد بالك منهم في جهاز الاوفرلود. جهاز الاوفرلود انا هوريك شكله دلوقتي، ولكن عايزك تبقى عارف ان انا عندي الاوفرلود في حرف بيبقى مكتوب عليه حرف اسمه اتش، وتحت هنا المفروض ان هو يبقى حرف اسمه ايه. انا اتلخبطت وانا بعمل وعملتها اتش برضو، فانا هعدلها معاكم دلوقتي عشان برضو لما ابعت لكم البرزنتيشن دي المفروض ان هي هنا بتكون ايه وما بتكونش هاند، بتبقى اوتوماتيك. تمام كده؟ فدي الفكره كلها بتاعه الجزء اللي احنا بنتكلم عنه ده، ان انا بيبقى عندي في الاوفرلود حاجتين بيبقى موجود عليه الاتش وبيبقى موجود عليه الاي. لو جيت بصيت معايا هنا ده جهاز الاوفرلود، ده الشكل بتاع جهاز الاوفرلود، ده جهاز الريست اللي هو التشغيل، وده جهاز الستوب اللي انا لو انا عايز اوقف الاوفرلود. عندي هنا اتش وعندي هنا اي. الفكره كلها ان انا لو عامل البتاعه دي على الاتش فده معناه ان انا لو الاوفرلود حصل عندي مشكله في الحمل والأوفرلود ده قام عمل تريب وفصل الحمل، ساعتها عشان ارجع اشغل الدايره تاني لازم اروح على اللوحه واروح اعمل على جهاز واروح اضغط على جهاز الاوفرلود واشغله تاني. انما لو هو كان على حرف الاي، يعني لو الزرار ده كان نازل لتحت كده وكان على حرف الاي، فده معناها ان بقول للاوفرلود ده لو انت حصل عندك مشكله وفصلت وقفلت الدايره، لما المشكله دي تروح ارجع اشتغل تاني اوتوماتيك وشغل لي الحمل تاني اوتوماتيك. ده الفرق ما بين الاثنين. يعني لو جينا بصينا اهو ان انا بقول لك ان الاتش اللي هي هاند دي معناها يعني لو جهاز الاوفرلود فصل لازم عشان ارجع اشغله تاني بشغله يدويا، وده بيستخدم بنسبه 99% في الابلكيشنز اللي بتبقى موجوده. ليه؟ علشان خاطر انا مش عايز الحمل يرجع يشتغل تاني لوحده. انا ممكن افرض انا مثلا حصل عندي مشكله والجهاز فصل، وبعد المشكله دي الجهاز شاف ان المشكله اتشالت، ولكن افرض انا كنت مثلا بعمل حاجه هناك جنب اللوحه، ولا بعمل ولا في اي عامل جنب اللوحه
فالعامل ده ممكن يتاذي، العامل ده ممكن يتصاب. فعشان كده معظم الابلكيشنز ومعظم اللوحات اللي بتبقى موجوده او اللوحات اللي بتتعمل بتخلي الاوفرلود على الاتش مش بتخليها على الاي. فالاي يعني لو جهاز الاوفرلود فصل بيرجع يشتغل لوحده تاني اوتوماتيك، ولكن ده مش بيفضل ان هو يتم استخدامه في اللوحات بتاعه المواتير اللي احنا بنتكلم عنها. طيب ده شكل الاوفرلود زي ما وضحت لكم. بعد كده بقى ازاي اعمل سيلكشن للاوفرلود. انا كنت بس عايز اتكلم في نقطه، هي ان احنا يا باشمهندسين كل الفكره من كورس الكلاسيك كنترول. كورس الكلاسيك الكنترول ده هو عباره عن مجال انت بتبدا تدخل من خلاله لمجال اللوحات الكهربيه اللي هي البانل بيلدر، اللي هي انك انت تبدا انك انت ازاي تتعلم ازاي ممكن اعمل لوحه كهربيه، ازاي اقرا الداتا شيت بتاعت اللوحه الكهربيه، ازاي اعمل سنجل لاين دايجرام للوحه الكهربيه، كل الكلام ده. فانت لما تتعلم البيزك دي انت بتاخدها ستيب باي ستيب. لما بتبدا تتعلم الحاجات دي واحده 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 هتبدا بعد كده تخش على انك انت تتعلم بي ال سي، تخش على انك انت تتعلم اتش ام اي، تربط الاتش ام اي بالبي ال سي مع السكادا سيستم. هتبدا انك انت تدخل في الاوتوميشن بشكل اعمق، تبدا تتعلم بي ام اس وكي ان اكس اللي هي اللوحات بتاعتهم. هتبدا انك انت تبقى مهندس في الكنترول وفي الاوتوميشن عالي قوي عالي قوي. فدي الفكره من الكورس بتاع الكلاسيك كنترول، هو ان الكلاسيك كنترول ده اقدم حاجه في الكنترول عشان بس تبقى عارفها. بس لو انت مش فاهم كلاسيك كنترول مش هتفهم اللي جاي. لو انت مش فاهم كلاسيك كنترول كويس ومش فاهم كل جهاز او كل كومبوننت في اللوحه بتبقى وظيفته ايه، مش هتفهم اللي جاي. الحاجات اللي هتتقال قدام انت مش هتفهمها. فدي الفكره كلها من الكورس بتاعنا، ان انا بفهمك الحاجات الاساسيه اللي هي الحاجات القديمه اللي المعظم ما عادش بيشتغل بيها بشكل كبير، ولكن الحاجات دي لما تروح تعمل اي انترفيو هتتسال فيها بشكل مباشر. هتلاقي بيقول لك ايه هو جهاز الاوفرلود، جهاز الاوفرلود ده وظيفته ايه، بيعمل ايه، كل الكلام ده هتبقى بتتسألوا في الانترفيوهات. فعشان كده انا بس حبيت اوضح الموضوع ده عشان خاطر انت تبقى فاهم طب احنا الكلام اللي احنا بناخده ده احنا هنعمل بيه ايه في الاخر، فاهمني؟ عشان ما تحسش ان انت بتاخد الحاجه بلا هدف يعني. طيب تعالى بقى نرجع لمحاضرتنا ان احنا ازاي بنعمل سيلكشن للاوفرلود. اول حاجه بعملها هي ان انا بروح احسب قيمه التيار او قيمه الريتد كارنت بتاعت الاوفرلود. زي ما قلت لك ان قيمه تيار الاوفرلود بتساوي تيار الحمل اللي هو تيار الموتور وبضربه في 1.1. هتقول لي ازاي بحسب تيار الحمل؟ ما انا قلتها لك في السيركت بريكر. ارجع بقى لمحاضره السيركت بريكر واعرف ازاي انا بحسب تيار الحمل. فبجيب تيار الحمل بتاعي وبضربه في 1.1. ايه 1.1 ده؟ 1.1 هو عباره عن فيوتشر لودز بس او كسيفتي فاكتور، ان انا بدي سيفتي فاكتور لقيمه الاوفرلود بتاعتي. تاني حاجه وهي حاجه اسمها التريب كلاس. طيب ايه هي بقى التريب كلاس؟ بص معايا انا راسمها بره هنا. التريب كلاس هو ان انا بيبقى عندي كيرف لكل نوع بقى من انواع الاوفرلود، بيكون عندي كيرف كده بيكون ما بين التايم وبيكون ما بين التيار. تمام؟ عندي 3 كيرفات، ادي الكيرف الاولاني وادي الكيرف الثاني وادي الكيرف الثالث. هنا 10 امبير، هنا 20 امبير، هنا 30 امبير. عند كل واحد من دول بياخد زمن معين علشان الاوفرلود بتاعي يبدا ان هو يفصل او عشان ان هو يبدا ان هو يعمل تريب. فهتلاقي ان افضل نوع فيهم هو التريب كلاس 30. التريب كلاس 30 ليه؟ علشان هو عند 6 من ضعف تيار الاي ريتد بيبدا ان هو يفصل في زمن صغير جدا. فعشان كده ال 30 ده او التريب كلاس 30 انك انت تجيب اوفرلود التريب كلاس بتاعته 30 هو افضل من ال10 وافضل من ال20. فدي حاجه انا كنت حابب ان انا برضو اوضحها. دي كده الفكره العامه بتاعه الاوفرلود. يبقى احنا كده النهارده اتكلمنا عن جهاز الاوفرلود، عرفنا ايه هي الاوبجكتيف بتاعه الاوفرلود، عرفنا الفرق ما بين الهاند والاوتوماتيك، عرفنا شكل الاوفرلود بيبقى عامل ازاي بالشكل العمومي. دول الثري فيز، الحاجات اللي انت شايفها تحت دي النقط بتاعه الثري فيز، ان انا بيبقى هنا مثلا الاوتبوت وهنا الانبوت زي ما انت شايف كده. وعرفنا ازاي بعمل سيلكشن للاوفرلود. طيب تعالى بقى نتكلم هنا عن الكيبل سيلكشن، ازاي احدد الكابل المناسب بتاعي للحمل. اول حاجه انا عايزك تبقى عارفها في الكابل او اي كابل بيكون من 4 حاجات اساسيين. اول حاجه الموصل، تاني حاجه العزل الداخلي، تالت حاجه التسليح، رابع حاجه العزل الخارجي. لو دخلت وعملت سيرش على جوجل هتلاقي، لو جبت بس كده مكونات الكابل هتلاقي ال4 حاجات الاساسيين اللي انا بقول لك عليهم دول. الموصل اللي هو الحاجه اللي بتنقل الكهرباء، العزل الداخلي الحاجه اللي هي بتعزل ما بين الموصل وما بين التسليح، والتسليح والعزل
والعزل الخارجي علشان تعرف انك انت تمسك الكابل وايه وما تتكهربش. طيب ملحوظه بقى مهمه لنفسك، دي معلومه بفلوس قوي، امتى اقول كابل وامتى اقول سلك او امتى اقول واير؟ يعني ايه الفرق ما بين الكابل الكبير والسلك الرفيع اللي احنا بنشوفه ده، اللي هو السلك الواحد ونص مللي وال2 مللي وال3 مللي والكلام ده، وايه الفرق بقى ما بينه وما بين الكابل الكبير اللي احنا برضو بنشوفه؟ الفرق الجوهري ما بين الاثنين ان الكابل بيبقى فيه المكونات الاربعه اللي انا بقول لك عليهم دول، الموصل والعزل الداخلي والتسليع والعزل الخارجي. انما الواير او السلك هو بيبقى عباره عن موصل وعزل بس، هم حاجتين اتنين، عزل واحد بس، بيبقى عنده طبقه عزل واحده بس، الموصل والعزل. لو انت جبت كده اي سلك رفيع وقشرته بزراديه ولا قشرته باي حاجه، هتلاقي ايه؟ هو عباره عن الموصل والعزل اللي موجود على الموصل وخلاص على كده. فده الفرق ما بين كلمة كابل والفرق ما بين كلمة سلك، عشان لازم انت كمهندس تبقى دقيق في الكلام اللي انت بتقوله. ما ينفعش تبقى قاعد في ميتنج مثلا وتيجي انت مثلا رايح على الكابل على كلمة، يعني مثلا قدامك كابل فتقول عليه سلك، يعني ايه؟ وانت قاعد في الميتنج كده الناس ايه؟ لا ده الراجل ده عنده خلل في حتة معينة في الايه؟ في المعلومات. يعني لازم انت تبقى فاهم كويس قوي كل كلمة بتبقى طالعة من بقك عاملة ازاي، خصوصا في مجالنا يعني. طيب تعالى بقى نتكلم عن اول حاجه هنتكلم عنها اللي هي الموصل، اللي هو الكوندكتور. يعني ان انا عندي الموصل في منه نوعين، في منه النوع الاولاني اللي هو السي يو النحاس، والنوع الثاني اللي هو الاي ال اللي هو الالومنيوم. طيب امتى اجيب كابل يكون نحاس وامتى اجيب كابل يكون الومنيوم، وايه الفرق ما بين الاثنين؟ دي من الحاجات اللي لازم تبقى عارفها، يعني مش هتتسال فيها في اي انترفيو لان دي معلومه سهله، ولكن حاجات لازم انت تبقى عارفها. يعني النحاس هو كابل بيكون افضل من ناحيه التوصيليه الكهربيه، ولكن الالومنيوم اقل شويه من ناحيه التوصيليه الكهربيه. النحاس بيكون اغلى في السعر، الالومنيوم بيكون ارخص، عشان كده تلاقي دايما الكابلات النحاس في اي موقع او في اي مشروع انت هتبقى شغال فيه تلاقي الكابلات النحاس دي بتتسرق. لازم يبقى في غفره في الموقع بعد ما المهندسين يمشوا عشان خاطر الموضوع ده. كابلات النحاس اصلا ممكن تلاقي المتر فيه معدي، متر كابل نحاس كده بس المتر فيه معدي، سعره معدي. فما بالك بقى مثلا من انت عندك بتبقى سايب في الموقع كابلات كتيره وحجمها كبير، فهتلاقي طبعا معرضه ان هي ممكن تتسرق في اي وقت من الاوقات. علشان كده لازم بيبقى في ناس هناك في الموقع بيبقى ايه اسمهم غفره كده، بيغفروا على الايه الحاجات او الماتيريال اللي بتبقى موجوده في الموقع. تالت حاجة معانا وهي ان الفولتج دروب او الهبوط في الجهد بتاع النحاس بيكون اقل، انما الفولتج دروب بتاع الالومنيوم بيكون كبير. هنفهم دلوقتي يعني ايه فولتج دروب، ما تستغربش يعني من المصطلح، الموضوع بسيط يعني. بس تعالى خش معايا على اللي بعده. لما نتكلم بقى عن العزل، سواء كان العزل ده داخلي او عزل خارجي، العزل عموما في منه نوعين، بي في سي واكس ال بي اي، ودي بقى من الحاجات اللي انت ممكن تتسال فيها فعلا. البي في سي الفكره بتاعته ان هو مرن اكتر من الاكس ال بي اي، ولكن البي في سي بيستخدم في التمديدات الداخليه، والاكس ال بي اي بيستخدم في التمديدات الخارجيه. طب ليه بقى ده بيستخدم في التمديدات الداخليه وده بيستخدم في التمديدات الخارجيه؟ البي في سي بيستخدم في التمديدات الداخليه اللي هي الاندور، علشان خاطر هو بيتحمل درجات حراره اقل من الاكس ال بي اي. يعني البي في سي ده بيتحمل درجات حراره بتصل لحد 70 درجه سيلوزيه بس، انما الاكس ال بي اي بيتحمل درجات حراره اعلى من البي في سي، فبيستخدم في التمديدات الخارجيه اللي هي الاوتدور. درجات الحراره اللي بيتحملها الاكس ال بي اي بتصل لحد 90 درجه سيلوزيه، تمام؟ طيب البي في سي كمان بيتحمل قيمه شورت سيركت اعلى من قيمه الشورت سيركت اللي بيتحملها الاكس ال بي اي. يعني البي في سي بيتحمل قيمه تيار شورت سيركت بتصل لحد 250 امبير، انما الاكس ال بي اي بيتحمل قيمه تيار شورت سيركت بتصل لحد 150 امبير. انا زهقت من كلمه شورت سيركت، انا فهمتها لك بدل المره كتير، فمش هقولها تاني، فاهمني؟ يعني انا قلتها مره فكفايه بقى، مش هنضيع فيها وقت. قيمه الشورت سيركت اللي بتحملها البي في سي بتصل لحد 250 امبير، انما قيمه الشورت سيركت اللي بتحملها الاكس ال بي اي بتصل لحد 150 امبير. يعني ايه؟ يعني لو انا حصلت عندي مشكله في الكابل وحصل عندي قيمه شورت سيركت، البي في سي يفضل متحمل لحد 250 امبير وما يتحرقش، ما يحصلش فيه اي مشكله، الكابل يفضل شغال زي ما هو ويفضل سليم. انما الاكس ال بي اي الكابل بعد 150 امبير تلاقيه باظ اتحرق، ما ينفعش ان انت تستخدمه. خلاص كده، شكرا. ده الفرق ما بين الايه الحاجتين، عشان انت برضو تبقى ايه، يبقى الموضوع واضح بالنسبه لك. ده الفرق ما بين العزل اللي هو البي في سي والاكس ال بي اي. بعد كده هنتكلم عن التسليح. التسليح بشكل عام انا عندي نوعين من التسليح،
الاس تي اي والاس دبليو اي. وده بقى سؤال من الاسئله اللي فعلا بتتسالها في الانترفيوهات. الاس تي اي هو ان الكابل بتاعي بيتحمل قوه ضغط. يعني ايه؟ يعني لو انا هجيب الكابل بتاعي ده وهحطه تحت الارض فبجيب التسليح بتاعه بيكون اس تي اي. انما الاس تي دبليو اي لو الكابل بتاعي هيتحمل قوه شد، يعني لو انا همسك الكابل بتاعي ده وهعمل له تمديدات خارجيه كده خارج المبنى وحوالين الايه وحوالين المبنى، فبيبقى بيتحمل قوه شد اللي هي الاس دبليو اي. ده الفرق ما بين الحاجتين. عندك برضو في حاجه مهمه جدا 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 في حته الكابلات دي، ان انت هتلاقي عندك كابل ار ام وكابل اس ام. الكابل الار ام هي الفكره كلها في شكل الايه، في شكل الكور من جوه او شكل الكوندكتور من جوه. الار ام هتلاقيه عامل زي الدايره كده، انما الاس ام هتلاقيه عامل زي المثلث. دي سرش عليها وشوف شكلها، يعني حاجه بسيطه جدا برضو كهنت من الهنتات اللي ممكن تتسال فيها. وسؤال زي ده مش هتتساله في اي انترفيو غير لو كان اللي بيعمل لك الانترفيو يعني واحد مهتم جدا بالتفاصيل، يعني فاهمني؟ لان الحاجات دي يعني ايه، حاجات مش مهمه في الشغل. يعني ايه، انا ما يشغلنيش انت عارف الفرق ما بين الار ام ولا الاس ام، ولكن انا ايه، لو انا بقى راجل عايز واحد مور كواليفايد وعايز واحد شاطر جدا جدا هساله في تفصيله زي دي. فيعني واصله لكم الفكره؟ هي دي الفكره يعني. طيب اخر حاجه معانا بقى وهي ازاي اعمل كيبل سيلكشن، ازاي اعمل سيلكشن للكابل المناسب بتاعي للحمل بتاعي. اول حاجه بعملها هي حساب قيمه تيار الحمل. وقلنا ازاي بنحسب قيمه تيار الحمل، يا اما بكون عارف قيمه تيار الحمل كده مباشره من النيم بليت بتاع الموتور او من الكتالوج بتاع المكنه اللي موجوده عندي. تاني طريقه ان انا بروح احسب تيار الحمل اللي هو الاي موتور، بمسك قيمه الباور اقسمها على جذر 3 واضربها في 380 واضربها في قيمه الباور فاكتور بتاع المكنه اللي موجوده عندي. او ان انا بروح اجيب قيمه الاس اللي هي قيمه الفولت امبير واقسمها على جذر 3 واضربها في 380 فولت، ومش بضرب ساعتها في الباور فاكتور لان انا معايا الاس. فدول الثلاث طرق اللي انا ممكن من خلالهم احسب قيمه تيار الحمل. او من خلال طريقه كمان رابعه هقولها لك يا عم اهو، ان انا قلتها برضو في حاله السيركت بريكر بس هقولها تاني، ان انا لو انا مثلا عندي 1 هورس بار فهو بيساوي كام؟ بيساوي 1.5 امبير. فلو انت عندك 1 كيلو وات هيسحب 2 امبير. فساعتها بقى انت بتشوف ايه بقى ساعتها؟ ان انا بص يعني ايه عشان بس اوضحها لك. انا عندي دلوقتي بص معايا كده، ارجع معايا هنا، هات يا باشا اهو. انا عندي الواحد ونص امبير، الواحد ونص امبير. لو انا عندي بقى حمل 1 هورس باور، الواحد هورس باور ده بيسحب 1.5 امبير. ده كده ستاندرد. ها يعني انا مثلا طب يعني انا لو انا مثلا بقول لك ان انت عندك موتور 5 حصان 5 هورس باور، تمام؟ يبقى ساعتها هيسحب كام امبير؟ هيسحب كام امبير؟ القيمه دي اكس انا مش عارفها. فساعتها عايز اجيب قيمه الاكس، بضرب ساعتها طرفين في وسطين، هقسم على الواحد وهضرب 1.5 في 5 من على الكالكوليتور من على الاله الحاسبه. هتقول لها يا اله يا حاسبه كده بسرعه اهو، افتح معاك الاله الحاسبه يا باشا. هتقول ايه؟ هقسم على الواحد وهضرب 1.5، ادي 1.5. ايه ده احنا ماشي، ارجع كده مره، ادي 1.5 تمام في 5 هيطلع معاك بكام؟ هيطلع معاك ب7.5. يعني هيسحب معاك 7.5 امبير. كده انت حددت قيمه تيار الحمل. او عندك كمان طريقه ان انت بتقول لو انا عندي 1 كيلو وات، ده ال1 كيلو وات بيسحب كام امبير؟ بيسحب 2 امبير. بيسحب 2 امبير. يعني لو انا عارف قيمه الحمل بتاعي، انا مثلا لو قلت لك ان انت عندك موتور، الموتور ده بيسحب 5 كيلو وات، وانت عايز تشوفوا هو ال5 كيلو وات دول هيسحبوا كام امبير، هتعملها ازاي؟ بنفس الطريقه بالظبط. ان انا دلوقتي عندي اهو ادي قيمه الاكس، هقسم على الواحد وهضرب 2 في 5 يبقى كام؟ يبقى 10. هيبقى 10 كام؟ 10 امبير. من الاخر دول طريقتين انا قلتهم برضو في حته السيركت بريكر، ولكن ما وضحتهمش بالشكل ده. يعني انا ما قلتلكش ان انت عندك 1 هورس باور بيساوي كذا والكلام ده، بس انا قلت اوضحهم المره دي برضو عشان خاطر تبقى عارفهم. يبقى انت كده عندك كام طريقه؟ عندي 5 طرق اقدر من خلالهم احسب قيمه تيار الحمل. الطريقه الاولانيه هي الطريقه المباشره، ان انا ابقى عارف قيمه تيار الحمل مباشره كده من النيم بليت بتاع الموتور او من الكتالوج بتاع المكنه، تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا هيبقى معايا قيمه الباور، تمام؟ هقسمها على جذر 3 وهضربها في 380 اللي هم 3 فيز وهضربها في الباور فاكتور. ثالث طريقه ان انا هيبقى معايا قيمه الاس فهقسمها على جذر 3 واضربها في 380. رابع طريقه اللي انا لسه قايل لك عليها دي، ان انت لو عندك 1 هورس باور فهو بيسحب 1.5 امبير. يبقى انا لو انا عندي كذا هورس باور هيسحب كام امبير من الطريقه دي؟
خامس طريقه هي ان انت عندك الواحد كيلو وات بيسحب 2 امبير، فساعتها برضو بتعمل النسبه والتناسب اللي انا قلت لك عليها دي. تمام كده؟ ايه افضل طريقه في الاستخدام؟ الطريقه اللي انت عايز تستخدمها استخدمها يا باشمهندس. معاك 5 طرق تقدر من خلالهم تحسب تيار الحمل. طيب تاني حاجه بقى او تاني خطوه بنعملها عشان نعمل سelection للكابل، ان احنا بنختار بقى، بنروح بقى، انا دلوقتي خلاص حسبت قيمه تيار الحمل، فبروح على الكابل مثلا او بروح على كتالوج السويدي اشوف ايه هو الكابل المناسب لقيمه التيار اللي انا اخترتها دي او لقيمه التيار اللي انا حسبتها دي. بعد كده بروح احسب الفولتج دروب عشان احسب قيمه اللي هو قيمه الهبوط في الجهد للكابل اللي هي اسمها الفولتج دروب. تمام؟ واخر حاجه اللي هي الديريتنج فاكتور، ودي من الاسئله، الديريتنج فاكتور ده من الاسئله اللي انت ممكن تتسالها في الانترفيوهات، ايه هو الديريتنج فاكتور. تمام؟ طيب تعالى الاول نشوف ايه هي ازاي نحسب قيمه قيمه الفولتج دروب. من الاخر يا باشمهندس، قيمه الفولتج دروب دي عشان احسبها انا بقول ان انا عندي الفولتج دروب، تمام، ده بيساوي ان انا باخد قيمه تيار الحمل، تمام، اضربها في مين؟ بضربها في الريزيستنس بتاعه الكابل. هتقول لي بجيب الريزيستنس بتاعه الكابل دي ازاي؟ هقول لك ان الريزيستنس بتاعه الكابل انت بتجيبها من الكتالوج اللي موجود عندك. تمام؟ انا حاسس ان الموضوع بقى مش، بص تعالى نعمل من هنا فايل جديد كده. بص معايا يا باشمهندس اهو، انا دلوقتي عايز احسب الفولتج دروب. تمام؟ فبقول ان الفولتج دروب ده هيساوي اول حاجه تيار الحمل اللي هو تيار الموتور، بروح اضربه في قيمة الريزيستنس المقاومة بتاعة الكابل. تمام؟ وبعد كده بروح اضربها في مين؟ في الديستانس او الطول بتاع الكابل. الكابل بتاعي ده انا همشيه مسافة قد ايه؟ بيطلع معايا هنا رقم. تمام؟ باخد الرقم اللي طلع معايا ده بقسمه على 380 اهو عشان احسب برضو الفولتج دروب. الرقم اللي طلع معايا اهو بيساوي، باخد الرقم اللي طلع معايا اقسمه على 380 اللي هم ال 380 فولت اللي هم 3 فيز، واضرب النسبه دي واضرب الكلام ده كله في 100. تمام؟ هيطلع معايا نسبه في المية. النسبه اللي طلعت معايا دي لو طلعت اقل من نص في المية، لو طلعت اقل يبقى ساعتها الكابل اللي معايا ده مناسب واكسبتد بالنسبه لي. لو طلعت اكبر يبقى الكابل ريجكتد، وبروح اجيب كابل تاني استخدمه مع قيمه التيار بتاعه الحمل اللي عندي. طيب ده بالنسبه لحته حساب الفولتج دروب. طيب اخر حاجه بقى الديريتنج فاكتور. ايه هو الديريتنج فاكتور؟ الديريتنج فاكتور ده هي قيمه او قيمه معامل بتعبر عن حاجه اسمها الجروبنج وحاجه اسمها السيرمال. بكل بساطه يا باشمهندسين، ايه الفرق ما بين الجروبنج والسيرمال؟ الجروبنج هو ان انا لو انا عندي مثلا كذا كابل وهحطهم جنب بعض على كيبل تري مثلا، او السيرمال اللي هي درجه الحراره، التمبريتشر بتاثر على الكابل ازاي؟ لان انت عندك مثلا الكابلات، لو انت حاطط كابل في مصر غير لو انت حاطط كابل في السعوديه غير لو انت حاطط كابل في الامارات، لان درجات الحراره بتختلف والعوامل بتختلف. فعشان كده الكابلات مهم جدا جدا فيها حته الديريتنج فاكتور دي، وهي قيمه احنا بناخدها في مصر قيمه متوسطه كده بتبقى ب 8/10. ده كده كل الفكره بتاعه السلكشن بتاعه الكابل، ازاي اعمل سلكشن للكابل. يبقى احنا كده النهارده اتكلمنا عن الاوفرلود واتكلمنا عن الكيبل سلكشن. ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هنتكلم عن الكونتاكتور، وممكن اتكلم عن الريلي، ولكن هخلي ده في محاضره لوحده وده في محاضره لوحده، بحيث انك انت تكتشف الفرق ما بين الكونتاكتور وما بين الريلي، عشان الاثنين يعني قريبين شويه من بعض في الاوبجيكتيف، ولكن هخلي ده في محاضره لوحده وده في محاضره لوحده، بحيث انك انت تقدر تكتشف الفرق ما بين الحاجتين. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. انا بالنسبه لي عايزك تبقى ال 25 صفحه او ال 25 سلايد بتوع البرزنتيشن، لو انت فعلا لحد دلوقتي فاهمهم كويس مذاكرهم كويس، انت كده هتبقى حاطط رجلك بشكل كبير جدا جدا في الكلاسيك كنترول وفي الكنترول بشكل عام، لان مسافه ما هتخلص الكورس ده خلاص انت حتى على الاقل هتبقى قادر انك انت يعني يبقى عندك لمحه بشكل كبير جدا 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 عن الكنترول او عن مجال الكنترول بشكل عام. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.